طبعا ما ينفعش يبقى معانا شادي ريان وما نسالوش سؤال مهم جدا، ليه دايما حظ العربيات المستعمله بيبقى احسن من العربيات الزيرو؟ يعني حقيقه انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب بعد أكثر من 30 سنة زواج لايك فولو ويلا بينا. نبدأ قصة حياة عمرو أديب الشخصية والعائلية كاملة. من هو عمرو أديب؟ إعلامي مصري مشهور جداً، عرفه الجمهور ببرنامجه الحكاية وأعماله في التلفزيون والإذاعة. ولد في 23 من أكتوبر عام 1963 في مصر. له حضور كبير على الساحة الإعلامية العربية. الزواج الأول قبل لميس الحديدي، تزوج عمرو أديب من أماني سوكا حسب بعض المصادر، وأنجب منها ابناً واحداً يدعى خالد. الزواج من لميس الحديدي، تزوج عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي في العام 1999 تقريباً، في علاقة طويلة امتدت أكثر من 25 سنة. من زواجهما أنجبا ابنهما الوحيد نور إلداين، الذي أصبح رجلاً ويقيم خارج مصر غالباً. في لندن الأبناء من زوجته أماني سوكا، خالد ابن أول. من لميس الحديدي نور الدين أديب، ابن وحيد من هذا الزواج. الخلافات وشائعات الطلاق والمصادر المتضاربة. في أواخر 2025 ظهرت شائعات قوية عن انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي، خاصة بعد رصد اختفاء خاتم الزواج عن إصبع عمرو أديب في ظهوره الإعلامي. بعض المواقع ذكرت أن عمرو بدأ إجراءات الطلاق تمهيداً للزواج مجدداً، وأن لميس كانت ترفض في البداية الانفصال. مصادر صحفية أخرى قالت أن لميس هي التي طلبت الطلاق بعد ارتباط زوجها بسيدة أعمال منذ الصيف الماضي. ديناً طلعت مصادر إعلامية أخرى ذكرت أن الطلاق تم رسمياً بامتداد زواج أكثر من 25 سنة وبود وهدوء، وأنك تبقى بعض النقاط في نطاق الأنباء غير المؤكدة رغم التغطية الصحفية المكثفة. من هي لميس الحديدي؟ نبذة قصيرة، إعلامية مصرية بارزة، وتعتبر واحدة من أشهر مذيعات البرامج الحوارية في مصر والعالم العربي. درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتدرجت في الصحافة ثم التلفزيون. حياتها مع عمرو أديب، عاشت علاقة طويلة مع عمرو أديب، وتشاركته أوقاتا مهمة في مسيرته المهنية والشخصية. معروفة في مجال الأجهزة الإلكترونية والصوتية والكهربائية. حياتها الشخصية وتبتعد عن الأضواء غالبا. أعمالها وسعت نشاط الشركة التي أسسها والدها منذ 1956، وبنت لها اسما قويا في مصر وإفريقيا. الجدل حول علاقة عمرو أديب بدينا